الاكله دي من الاكلات اللي ابني بيخلص فلوسه عليهم بجد. الاكله بسيطه جدا وسيمبل وما فيهاش اي تعب وتكلفتها بسيطه خالص. هي شريحه فراخ واحده بس بانيه، هتقطعيها قطع كده، وهتجيبي معاها شويه بصل، هتحطي عليها شويه باربيكيو، هتحطي عليها شطه مجروشه وشويه ملح، مكعب ميه دجاج، حبه مستردة. طبعا ده اكل كوري يا جماعه، والاكل الكوري بيعتمد على الصوصات اللي احنا بنحطها دي: صوص صويا، باربيكيو، مستردة، هوت صوص، الشطه المجروشه، الباربيكيو، فلفل وبصل وقطعه فراخ. كل الكلام ده هيتقلب مع بعضه. بس في الاول انا كنت حاطه في الطاسه شويه زيت صغيرين عشان خاطر اخلي الحاجات دي يعني تندمج كده مع بعضها وتتبل وتبقى حلو. اثناء كده خلاص هما بيتشوحوا مع بعض، جبت كيس اندومي حطيته في حبه ميه مغليين، بس الميه تكون مغليه، وحطيت عليه كيس التوابل بتاعته. هركنه على جنب، وهجيب الطاسه الاولى بتاعتي اللي انا اشتغلت فيها واللي انا ابتديت شوحت فيها الفراخ مع الخضار مع التوابل، هحط عليهم كيس الاندومي اللي اتسلق وهقلبهم مع بعض. مش عايزه اقول لكم يا جماعه، بيدفع مبلغ وقدره في كيس اندومي وشريحه فراخ. في النهايه بطعمهم بشويه بسطرمه، وهم لما بيحطوا حاجه اسمها بيكم او يعني لحوم مجففه، فاحنا استغنينا عنها هنا بالبسطرمه وجبنا الموتزاريلا. بس هي فعلا الاكله طعمها حلو، تستاهل ان هي يدفع فيها فلوس. بس لو نفذتيها في البيت بجد تكلفتها ولا حاجة، وممكن اي حد يعملها، ووقت يعني العمايل بتاعتها 10 دقايق. يعني بنت، راجل، شاب، اي حد ممكن ينفذها يا جماعة، بس طبعا الاطفال لا. ومش بتاخد معاك اكتر من 10 دقايق، وهي شريحة فراخ، بصلاية وقرن فلفل، ومعاك كيس الاندومي وحبة الصوصات اللي احنا حطيناهم مع بعض. اتمنى تكون الوصفة عجبتكم ويكون اضافت طبق جديد في البيت عندكم.